بالصلاة على النبي كده نفوق ونصحصح عشان نخلص من الصورة دي. أول حاجة مستر وسيم وهو بيطرد الواد أبو قردان وبيشاور له كده. ايوه صح؟ ايوه كنت بشاور له كده. ازاي؟ كده يا جميل بطرده بشاور له كده، معروفه يعني. ما علينا. مش ده جميل اللي في الصورة؟ ايوه فعلا انا في الصورة، بس انا كنت بشاور لحد بوصف له ازاي يخرج على الطريق الصحراوي. اللي بعده يا تشوتشو. ثواني يا جميل، فين الشخص اللي انت بتكلمه وبتشاور له؟ انا مش فاهم. اهو واقف اهو. وريني كده. بس ده شكله لا باصص لك ولا بيكلمك حتى. ايه يا جميل ده؟ وبعدين ايه ده؟ انت ايدك في جيبه؟ انت بتسرقه يا جميل؟ مش ده الراجل محصل الكهرباء؟ لا بسرقه يا مستر وسيم، انا كنت بعطف عليه بديله فلوس في جيبه. الراجل ده قال ان هو اتسرق وانت اهو سرقه، والراجل ده قلنا ان هو بيفتري وبهدلناه. الكلام ده يا جميل ما يتكررش عندي في القريه تاني، يا اما والله العظيم هسلمك للحكومه بنفسي. ماشي، سلم لي في الحكومه وخلينا بقى قاعدين في الكادر اللي احنا منوعين فيه دلوقتي. لا ده يعني ممكن نكررها مره واحده بس. لا خليه في داهيه. لا مره واحده هنكررها في الكادر ده، وبعد كده اقسم بالله يا جميل هسلمك للحكومه بنفسي ولنفسي. بسم الله ما شاء الله. شايفه شكشوكه بنتنا اسراء زي القمر وهي واقفه في الصوره فرحانه بعيد هناك اهي. جميلة. ايه ده اسراء موجوده اهي، ومعاها ده مين ده حسن. ده استاذ حسن. هو بيعمل ايه؟ انا مش فاهم، موطي كده ليه؟ بيمسح لها الجزمه. يمسح لها الجزمه؟ امسح انت عينك، ده بيقدم لها هديه. اخس يا اسراء. ايه ده؟ حسن جاب لها هديه؟ ما جابليش حاجه. ماشي يا حسون. عموما من امتى يا مس اسراء بندخل الشغل في العواطف؟ نحنحه في الشغل عندي ما ينفعش. اخرس يا وسيم، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ الظاهر انك مش عارف مين هي اسراء المدبولي. واضح كده انه نسي نفسه فعلا يا ماما. هو انت بتتكلم بصفتك ايه؟ جوزي مثلا؟ خطيبي مثلا؟ حبيبي مثلا؟ قريبي مثلا؟ انت حيالله طليقي، يعني كارت محروق. انا كارت محروق؟ ده انت محروق قوي قوي يا جميل. معلش فكك بقى وخلينا في الصوره المقندله دي. ثواني يا جماعه بس، ده في مصيبه دلوقتي. دي مش معزه، يا نهار اسود، ده فوزي دي مصيبه، رحنا في داهيه. اللي بيجري ورانا حد انا عارفه، انا عارف ده مين. وايه ده؟ في حته من واحد باين عامل كده، باين منه الحته بس اللي ورا دي. ومين ده صحيح اللي عامل كده في الصوره؟ معرفش مين، بس محسوب علينا وهنجيبه يا بسيوني. والزباله اللي انت كنت بترميها على الارض هنلمها وهنحدفها تاني، وهنلبس نفس اللبس. حتى عرفان ودهشان اللي احنا صالحنا بينهم هنرجع نقوم بينهم تاني. كل حاجه عملناها هتتعمل تاني بالظبط. سامع يا جميل؟ سامع. وانت يا مس اسراء كلمي الاستاذ حسن يجي يعمل نفس اللي هو عامله ده بالظبط. تبقى انت على وشك نفس الفرحه الحلوه قوي اللي انا ما شفتهاش على وشك بقالي كتير دي. طب وايه الكتابة اللي على الحيطة دي؟ وريني كده. بص. وسيم الصريت العرة. حلوه بس عره. هنعمل ايه؟ عموما خلصنا استظراف. انا عارف مين اللي كاتبها وهجيبه. انت يا شويكار اللي هتصورينا. في ايه يا جماعه؟ انتوا جايبيني على ملا وش ليه؟ انا المفروض كنت اروح للدكتور علشان اغير على الجرح، وليه هدوم امبارح؟ انا عندي غسيل. بعيدا عن الحجاب الاسبانيش اللي انت لابسه ده، انت مش كان نفسك تلعب معانا وتكسب فلوس؟ طبعا انا نفسي اكسب فلوس، مش اشكال العب، بس المهم اكسب فلوس. اهي الفرصه جت لحد عندك اهو، وكمان تحت عيادتك. وهتعمل حاجه سهله جدا انت بتعملها على طول ومتعود عليها. يبقى هكتب روشتات. هتتضرب. فاكر الازازه اللي انا ضربتك بيها وانا رحت عامل كده والازازه اتكسرت وانت عملت كده؟ هتعمل نفس الوضع ده بالظبط وهتتضرب. طب يا جماعه يبقى انا لازم استاذن دلوقتي، وحظ سعيد ليكم جميعا وان شاء الله تكسبوا، لان انا المفروض اروح الكوافير افك الطرحه، قصدي اروح للدكتور افك الشاش دلوقتي. عن اذنكم، السلام عليكم. شيماء كاتش. انت هتتضرب على دماغك ولا تحب افصل لك بدله شاش من كتر الجروح اللي هتبقى فيك ويبقى اسمك شاشمان؟ طب ايه في انت مالك اتحولتي كده ليه؟ انت مش بقيتي كويسه وبقيتي ستايلش، رجعتي ليه للقديمه؟ هتتضرب ولا تاخد بالقديمه؟ لا خلاص هتضرب. حاضر. طيب حلو. حتى الدكتور قال لي لما تتضرب على الجرح تاني هيهبط زي الكيكه، بس هاخد فلوس. هتاخد فلوس كتير قوي. المهم ان انت دلوقتي لازم تفك الشاش ده عشان مش موجود في الصوره. ايه الموبايل ده؟
انت ممرضه يا ابني؟ لا اصل انا جات لي مكالمه وانا سايق فقلت استغله. طيب بص بقى يا دكتور ايمن، شايف الوضع ده اللي هو بعد ما اتضربت اللي هو ده؟ ايوه اللي انا عامل كده كاني أيوة. بصلي. لا انا مش بضرب جدتي، لا، عادي ما تقفرش فيها. ماشي، انا عايزك تتضرب وتروح للوضع ده على طول. وليه اتضرب؟ ما احنا دي صوره، انت ممكن تعمل نفسك كانك ضربتني وانا اروح اعمل كده. لا لازم نعمل البيزنس كله علشان احساسك ما يروحش، تاخد الاحساس صح. لقد وصل سعدون الدين حسين كما قال الGPS وأجهزة ضبط الوقت في القاهرة الكبرى وضواحيها. ما هذه المهمة المستحيلة اللي عايزيني فيها، اللي انتم مش عارفين تعملوها من غيري؟ ساعدوني، سهله جدا، بفضل ربنا عليا ان انت مش موجود في الصوره، فانت هتعمل حاجه بسيطه قوي. أيوة. هتقف على الدايره الحمراء دي وتصورنا. الدايرة الحمراء الرفيعة دي؟ طب مازن، هو ينفع ان انا اقف في الدايرة الحمراء وما اصوركوش؟ لا ما ينفعش. طب ينفع اقف بره الدايرة الحمراء واصوركم؟ ما ينفعش يا سعدون، ما تشلنيش، هتاخد موبايل اللعبه وتصورنا. بعد كل السنين دي اخيرا جالي موبايل اللعبه، وصل للايد الامينه اللي هتحافظ عليه. يلا يوصل متاخر احسن ما يوصلش خالص. ماشي. امسك. ايه ده؟ وانت تعالى، انت هتبقى مسؤول الشجره. ماشي؟ مسؤول الشجرة ده بيعمل ايه ده؟ هقول لك، شايف الشجره اللي هنا دي؟ هي نفسها الشجره اللي هناك دي. ماشي، فانت هتعد ورق الشجر الصغير اللي في الشجره دي، وتروح على دي تاخد سلم وتطلع تعد ورق الشجر الصغير اللي عليها، واللي ناقص فيها هتكمله بورق الشجر الصغير اللي احنا جايبينه معانا. ها؟ فاهم ولا ايه؟ قول لي. يعني هي اللعبة هتعد الورق اللي في الشجرة اللي جوه الصورة؟ ما اعرفش بقى هتعد ولا لا، احنا هنتقي الشبهات، انا مش هخسر على ورق الشجره. فاهم قصدك، بس هعملها ازاي دي يا مستر مازو يعني؟ ما اعرفش، يا اما مش هتلعب معانا وتكسب. هتعد الشجر ولا لا؟ هعملها. تسمع الكلام بقى عصفوره. يلا يا جماعه، كل واحد على مكانه، يلا فك الشاش، غريب فوق. نروح فوق، فين؟ تترمي من فوق. يلا هات سلم واطلع على الشجره. حاضر. اللعبة عايزة مني ايه بجد؟ الحقيقه يا ابو وردان احنا جايين عشان نصلح اللي اتكسر، ونلم المتبعتر ونشكل المتشكل ونقسم المتقسم. اي خدمه ظبطتهولك اهو، الطريق مفتوح، اتكل على الله. الحقيقه مش مبرر خالص يعني ان انا شتمتك وهزقتك وطردتك من الشغل ان انت تمشي وتسيبنا. انت اوفر جدا. لا يا ابو وردان، مالكش حق ابدا. مش معنى ان هو شتمك بعد ما انت مشيت والف حقك بلاوي تزعل وتمشي يا راجل. ايه؟ قال ايه؟ شتم قال ايه؟ يوه، اكيد مش هنقول له انا قلت ايه. لا ده بقول له كده وكده بيني وبينه يعني. هو قال الصراحه يوه بس، وبعد كده راح لافف في وقت ما انت اتجهت على طول على الباب، وراح قايل ايه ده؟ ابو وردان مشي؟ يا خبر ابيض، زعل لي ايه؟ وقعد يعيط. ايوه يوه نادمه او نادله. اتفضلوا. معقوله يعني حتى واحنا متخانقين بتجيب اكل؟ ده انتوا اهل كرم. راجل اهل كرم ايه؟ انت مش شايف العينات؟ دول ناس معفنه. ايه ده؟ امال ايه ريحه الاكل التحفه الطازه اللي انا شاممها دي؟ ما هو ده الاكل اللي احنا بنقدمه للناس اللي احنا مقيرين منها، انما دوكه ده الاكل بتاع الناس اللي بنحبها. اوه، دي رساله مشفره. طيب بعيدا عن الاكل اللي ريحته هتجنني مش قادر دي، احنا ابو وردان عايزينك ترجع تشتغل. يا سلام، شوف الدنيا صحيح على الباغي تدور الدوائر. هو ابو وردان ده صديق الفلاح ولا صديق جامعه كامبريدج؟ شوف يا جناب المستر، أنا ما بحبش الشماتة، بس يكفيني قوي الزمن لما يدور. أنا هشتغل فعلا. طب الحمد لله. بس مش هشتغل في القرية بتاعتني، هشتغل في قرية تونس. يوه على الغباء ده، انت قمة الغباء يا حبيبي. تونس دي بلد مش قرية. شوف اهو جال يوه تاني وشتم. لا هو قال يوه محبة وعشم. كمل يا أبا إردان. قرية تونس دي قرية في الفيوم، وأنا هشتغل فيها. وعقبال أملتك كده يا جناب المستر، أنا هبقى الرجل التاني هناك. طب ايه رأيك انك هتشتغل معانا هنا في قرية البيستاشيو وهتبقى الرجل التاني؟ رشدي أباظة. ايه يابا الحمراء دي؟ مش انا الرجل التاني جميل جمال يا حبيبي؟ بقول له كده وخلاص. اي كلام. اي كلام. ايوه صح. ايوه بس هم قالوا لي يعني اللي هم يدوني ضعف المرتب وساعه كوفي بريك. طب ايه رايك ان انت هتاخد 3 اضعاف المرتب وساعه كوفي بريك وساعه سبانيش لاتيه وما تسالنيش يعني ايه؟ الله، في ايه يا ابو وردان؟ انت هتقعد تفكر ساعه؟ الراجل يعمل اكتر من كده يا اخي. انزل له بالتقيله. انزل له بالتقيله، بس مش التقيله قوي. لا مش دي طبعا. ابو وردان انت هتبقى الرجل الاول. ايه دي؟
يعني ايه يا جناب المستر؟ ما هو انت الرجل الاول. عادي يا بردان، بتحصل، تبقى الاول مكرر زي السكر المكرر. يعني ايه؟ يعني نتشارك بالتعب والمجهود والإدارة. أنت تعمل التعب والمجهود وأنا أعمل. موافق. يا وليه هات الاكل، بس الاكل بتاع الناس اللي بنحبها. يا جدع نجمتها انت. وسيم. وأنا كنت نسيتها. اخ منك انت، خبير في الوسوسه. والله العظيم ما أعرفهاش. لا مؤاخذه يا بردان، بتتكسف الكلب. باين عليه. اخ منك.